عدين الدين، مدير فرعي للدراسات والتربصات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني سعد محمد السنية وهران. يتربع المعهد على مساحة تقارب 6.5 هكتار بطاقة استيعاب 450 مقعد بيداغوجي. كما يحتوي المعهد على ورشتين في شعبة الميكانيك، ويتوفر على 15 قسم بيداغوجي و17 مخبر للأعمال التطبيقية، ومكتبة وقاعة متخصصة سيسكو، وقاعة محاضرات. كما يتوفر المعهد على مدرج. يدرس بالمعهد أو نكون في المعهد عدة اختصاصات بشعب مختلفة التي نذكر منها الإلكترونيك والكهرباء والطاقوية، وشعبة الكيمياء الصناعية والصناعات البلاستيكية، وشعبة الصناعات النفطية، وشعبة الميكانيك المحركات والآليات. كما برمج الطاقم البيداغوجي لدخول دورة سبتمبر 2024 3 اختصاصات في شعب مختلفة، في نمطي التمهين، نمط التكوين عن طريق التمهين، ونمط التكوين الحضوري بتخصص أو اختصاص الآلية والضبط ب30 مقعد بيداغوجي، ونمط التمهين تخصص الصيانة الصناعية ب90 مقعد بيداغوجي، وتخصص الصناعات النفطية خيار آلية الضبط ب40 مقعد بيداغوجي. على غرار التكوين والدراسة بالمعهد الوطني المتخصص، يوفر المعهد عدة امتيازات لإعطاء فرصة للشباب المتكون بالمعهد بعدة نشاطات ثقافية ورياضية. كما يتوفر المعهد على ملعب وقاعات متخصصة في الإعلام الآلي. كما يتوفر المعهد على داخلية ومطعم للنظام النصف الداخلي. يستقبل المعهد الطلبة الأجانب خاصة الدول الإفريقية والدول العربية. كما يكون هذا التكوين فرصة لمنح طالبي التكوين للحصول على شهادة أهلية تقني سامي في الاختصاصات التي ذكرناها سابقا. الدولة الجزائرية تمنح المتكون وطالب التكوين منحة التكوين. كما أدعو كل طالبي التكوين والراغبين في الحصول على مهنة وشهادة في مهنة واختصاص معين أن يتقرب من المؤسسات التكوينية لولاية وهران، وعلى وجه الخصوص معهد السينيا، أو الولوج إلى الفضاء الرقمي، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل مهنتي للاطلاع على الاختصاصات المتوفرة لدورة سبتمبر 2024 لمن تتوفر فيه الشروط حسب المستويات التكوين. ومرحبا بكم. متربص دقيش أسامة من معهد السينيا، اختصاص كيمياء صناعية. أنا نقرأ هنا، عندي يومين في التعلم هنا في المعهد، و3 أيام في الشركة اللي هي الجيكا الزهانة، شركة الإسمنت. في المشوار تاعي التكويني تعلمنا بزاف من الأمور التي ننجح لها، كونترول كاليتي، منها كيفية الصنع. عندنا كما الإسمنت مراحل اللي فوت عليها، خصائص تاعه. وإن شاء الله كي غادي نكمل غادي نتحصل على شهادة في تقني سامي في الكيمياء الصناعية، وندير المشروع تاعي الخاص إن شاء الله. نطلب من الشباب ما يضيعش وقته برا، وهنا في المعهد راه كاين بزاف تخصصات اللي يقدر أي واحد يستفاد منها. أنا عينة من المجتمع، ما كانش عندي أي فكرة من شو كنت نحوس باغي ندير، ولا كي دخلت المعهد بانت لي بزاف صوالح وجهوني ورافقوني حتى في المسار التكويني تاعي. نطلب من الشباب ما تضيعش وقتك برا، روح دخل دير حرفة تاعك بالك تفيد روحك وتفيد البلاد ان شاء الله. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. عريش رفيق مختار، متربص في معهد التكوين المهني بالصانية،
شهيد سعد محمد، متربص في مجال ميكاترونيك السيارات، مدة تكوين 30 شهر. أنا في السداسي الأخير هذه المدة تعلمنا كيفية استخراج العطب من السيارات، استكشاف أعطاب السيارات، مكونات السيارات وآلية عمل المحرك. في السداسي الأخير عملنا تربص تطبيقي على مستوى شركات خارج وداخل الولاية. في هذه المؤسسات تعلمنا عدة تقنيات ساعدنا في هذا المجال تاعنا. هذا المعهد فيه امتيازات بزاف، منها ملعب، مطعم، مكتبة وإقامة ومنحة شهرية. كي نكمل إن شاء الله غادي نتحصل على شهادة تقني سامي في ميكاترونيك السيارات، وهذا يسمح لك أنك تفتح مؤسسة تاعك الخاصة أو تلتحق بمؤسسات تضمن المستقبل تاعك.